اللهم صل وسلم وبارك عليك يا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم رحاب صابر من قناه ذا بيست فود. تعالوا نعمل افكار كده اقتصاديه تساعدك وتوفر عليكي كتير. انا جبت كيس اوكسي اللي هو ب20 جنيه، تمام، اللي هو للغسالات العاديه، تمام كده. ليه بقى؟ عشان ريحته فظيعه باللافندر وكمان عشان يكتر الكميه. وجبت ب20 جنيه برضو، تمام، اوكسي بس اوتوماتيك، تمام، ب20 عايزه اقول لكم ريحه اللافندر بتبقى هايله. طبعا الاول كنا بنجيب برسيل واريال والكلام ده كله، بس دلوقتي بنجيب الى حد ما حاجه رخيصه شويه وما تبقاش طبعا مقاطعه. وجبت ب5 جنيه كربوناتو، تمام. كل اللي انا هعمله عايزه اقول لك هيدي نتيجه هايله جدا، لان الكربوناتو بتعادل طبعا المسحوق العادي، بتزود القوه الفعاله اللي فيه. وهحط رابع حاجه عندي هنا، ده ب20 وده ب20 ودي ب5، كده 45. وهجيب كمان كيس هيفرق معايا جدا، اللي هو كيس فانيش، يبقى كده 55. هيعملوا معانا كمية حلوة قوي. كل اللي انا هعمله انا هفتح الكيس ده وهفضي عليه المسحول الاوتوماتيك، وعندي الكربوناتو، وهجيب برضو الفانيش هوريهولكم. الفانيش اللي هو البودر ده، مش عايزه اقول لكم، شايفين زوري تعبانه شويه، الحمد لله، ادعولي بقى. هفتح الكيس ده، تمام، وهنزل فيه الفانيش كله، البودر. هعمل ميكس كده ما بين الفانيش وما بين الاوكسي الاوتوماتيك وما بين الكربوناتو. ما تتخيليش على النظافه اللي عندك هتبقى عامله ازاي، ولا احلى ولا اقوى منظف معاكي. تعالوا كده نفضيهم. اديني فضيتهم على بعض، تمام. الكربوناتو على المسحوق العادي، وده كيس الفانيش اهو. البودر يا جماعه بيدي نتيجه هايله جدا، تمام. طب هستخدمه ازاي؟ انا فضيته، خلي بالكم، في الكيس ده عشان ايه؟ الولاد. ترجعي بقى تقفليه كده بالراحه من فوق، وكده عندك اللي بيبقى فيه بلورات كده بتبقى ملونه كده، ده بيبقى اكتر اللي هو العادي. خلاص كده انا عامله ميكس ما بين الاوتوماتيك والعادي. الروايح بقى مش عايزه اقول لكم ريحته هايله يا جماعه، بجد جربوا الطريقه دي. والكربوناتو كمان هتفرق معاكي، تمام. كل اللي انا هعمله بقى تستخدمي بقى علبه، اي علبه، بس دي كبيره، يعني دي كده انك تاخدي كوبايه هتخلصي، هي نص كوبايه من دي، او بكوبايه الزبادي كده. نجيب بقى واحده كويسه ونستخدمها، تمام، الحجم بتاعها يعني. او تستخدمي نص الكوبايه دي، بتملي كده نص كوبايه وهتحطيها عادي في الغساله دوره، وكده تبقي عملتي معاكي طريقه اقتصاديه هتقعد معاكي فتره. بصوا كفايه الكميه دي، هتكفي للدوره، طبعا. وعايزه اقول لك هتقعد معاكي فتره، ودي كانت اول فكره معانا، يا رب تكوني استفدتي. تعالوا بقى نشوف الفكره القمر دي. انا عندي نص كوبايه من الكاكاو الخام، تمام. يفضل الاسباني، لو ما لقيتيش ماشي شغال الحال، بس الاسباني بيدي نتيجه احسن. وهاخد كوبايه من السكر وكوبايه من الحليب، وهدلق الزيت، يعني هسكب كده الزيت واحده واحده لحد ما يمتزج الخليط. تعالوا هنعمل ايه. اول حاجه هجيب كوبايه من السكر مع كوبايه من الحليب مع نص كوبايه من الكاكاو الخام، واحطهم في شفشق الخلاط زي ما هنشوف. همسك بقى الكلام القمر ده، الكاكاو مع الحليب مع عندي السكر، تمام. وشلت بقى الراس بتاعه الخلاط كده، وهبدا انزل بقى واحده واحده، بس الخلاط يكون شغال. انا بس عشان اوريكم سرسوب صغير كده من الزيت، ولازم يكون نوعيته نظيفه، تمام. سرسوب كده صغير لحد ما يمزج القوام معايا. همسكه بس كويس عشان صوت الخلاط. طب هفضل احط زيت قد امتى؟ طبعا مش هخلص الزيت ما شاء الله مولع يعني. المهم هفضل احط كده سرسوب سرسوب زي ما قلت لكم لحد ما تحس ان القوام كده تقل. طب برضو هعرف منين؟ هتلاقي صوت الخلاط كده غير كده. تعالوا كده بقى نفضيها ونشوف. بصوا السمك بتاعها ما شاء الله، وهي لسه ايه، بصوا شايفين، هي لسه ما تقلتش، لسه هتتقل دلوقتي لما تخش الايه التلاجة او تسيبيها شويه. تعالوا بس افضي الباقي في البرطمان. ما شاء الله الكميه حلوه، ده ما شاء الله الولاد هياكلوا بألف هنا وشفا. ودي الكميه دي هشيلها. بصي هتجيبيها بكام بره. ممكن طبعا تحطي كيس نسكافيه اللي هو بالبندق اللي انت عايزاه. اصلا انا مش هحط اي حاجه، انا بحب طعمها كده، وبالزيت بتدي نتيجه هايله جدا، بس الزيت يكون نوعه نضيف. دي بقى على الفريزر على طول او في باب التلاجة. عايزه كيكات، عايزه اي حاجه، اتمنى ان انتوا تلاقي الوصفه حلوه وتجربوها.